هلا يا شباب، في فيديو النهارده هنجرب بيدرو نيتو وهنجرب كولر وهنشوف الدويتو الاثنين مع بعض هيعملوا ايه. طبعا بيدرو نيتو بيلعب برجليه الشمال واحطه في الشمال، وطبعا كولر في خط الهجوم. طيب انا لعبت 14 مباراه في الديفيجن زي ما انتم شايفين، فزت 12 وخسرت واحده. ترتيبي زي ما انت شايف 2700 وانا 1500 نقطه جبتهم. فهندخل دلوقتي على التشكيله. زي ما انت شايف التشكيله بقياده فابيو كابيلو. معانا خط الدفاع 4، يعني يعتبر من اقوى الاربعه. بهاجم من ناحيه الشمال وبدافع من ناحيه اليمين. معايا في خط النص 2 دي ام اف، جاتوزو اللي لو بوزو، وعندنا كمان هنا تشابي وكمان نيتو. يا جماعه انا طورته تطويره كويسه جدا بصراحه. انا كنت زعلان لما جالي، ولكن بالايدج كروس والتطويره اللي عملتها له بقى في حته تانية. وتقريبا لعب معايا كام مباراه؟ لعب معايا سبع مساهمه، لعب 7 مباريات والسبع اسيست، يعني كل مباراه كان بيلعبها كان بيعمل فيها اسيست. زي ما انت شايف باقي الطاقات، عندك السرعه والتسارع والوعي وكل حاجه عنده كويسه جدا. 90 بول كنترول، دريبل 94، 92 تايت بوزيشن 90، وعندك يعتبر 90 التمرير عنده سواء عاليه او منخفضه 90. عندك الفينش 86، دوران الكره 84، وعندك 97 94 93 السرعه والتسارع وكمان التسديده، والتوازن عنده كويس جدا 91 و92 الاستامينا. فطاقته كويسه جدا. ولو حابب التطويره ديت قول لي وانا اقول لك عليها. عموما هوريها لك. هو بقوه 105، تطويره 6 9 8 8 11. تطويره كويسه جدا. اللاعب اسطوري وتدي له بوستر الباص. تمام. هنيجي للكولر. انا طورته تطويره تقريبا الاوتوماتيك ما لعبتش في تطويرته، ولكن لعب معايا 11 مباراه، جاب 20 جون و3 اسيست. بصراحه اسطوري. وزي ما انتم شايف انا اديته، يعني عملتها عشوائي وجات سترايكر وتطويره اوتوماتيك. بصراحه كولر قوي جدا جدا. فتعالوا ندخل دلوقتي على المباراه ونشوف كده الاداء. بس اديك نصيحه ان انت تثبت كولر عشان دايما بيضم، يعني تحركاته مش زي كولر التاني. هنا بيضم جوه اكتر للعمق، فانا مش عاوز يخش اكتر جوه عشان اقدر ارفع له كوره، يعني بيضم كده الناحيه دي. يلا بينا، ودي يا نيتو. يا سلام. يلا كولر بقى، وريهم كولر، ورينا يا كولر. هو ده كولر يا جدعان، هو ده كولر. حط بقى. ازاي دي في دقيقة يا عم؟ ضربة جزاء. يلا يا نيتو، حط يا كولر بقى. هو بيحاول.